تخيل معايا طفل بيكبر وهو شايل جوه قلبه إحساس إنه أقل من أخوه، مش علشان هو وحش ولا علشان هو غلطان، لأ، علشان ماما أو بابا بدون ما يقصدوا كانوا بيفرقوا بينه وبين أخوه في كل حاجة. في الفيديو ده هقولك على الغلطات اللي بتكسر قلوب ولادنا وإزاي نعالجها قبل فوات الأوان. هقولك على مشهد بيحصل كل يوم. تخيل واحد من ولادك جايب درجات حلوة فمدحته واشتريت له هدية قدام أخوه اللي اجتهد برضه بس معرفش يجيب نفس النتيجة. أو مثلا لما تيجي تتكلم وسط الناس وتقول شوف أخوك إزاي محترم وإنت دايما بتعمل مشاكل. أو في أي تجمع فيه ضيوف الأم تمدح البنت الكبيرة دي شاطرة وعاقلة، والبنت الصغيرة تتحشر في حضن الكرسي من كسوفها وقهرها. صدقني المقارنة دي بتزرع الغيرة والحقد والنقص جوه الطفل من غير ما تحس. لما تفرق بين ولادك بتعلمهم الكره مش الحب، بتخلي كل واحد يحس إنه بيحارب عشان ياخد شوية حب واهتمام، بتخليهم يكبروا وهم مش مطمنين لبعض. وده مش بس بيدمر علاقتهم ببعض، ده بيأثر على علاقتهم بنفسهم طول حياتهم. كل مرة بتقارن أو تميز أو تحرج انت مش بس بتكسر خاطر الطفل، انت بتزرع جوه قلبه رسائل خطيرة. أنا مش كفاية، الحب له شروط، النجاح مش بيساوي سعادة. الأطفال دول لما بيكبروا بيبقوا شباب مكسورين من جوه، بيدوروا طول عمرهم على قبول مش لاقيينه. طب نحلها ازاي؟ كل واحد له مواهبه وشخصيته، نقط قوته وضعفه. مفيش مقارنة بين الشمس والقمر، كل واحد له وقته اللي ينور فيه. لما تمدح ابنك امدحه لأنه هو مش لأنه شبه أخوه. بدل ما تفرح بس بالدرجات احتفل بالمجهود، بالنية، بالإصرار. قول لابنك أنا فخور بيك عشان اجتهدت بكل طاقتك بغض النظر عن النتيجة. خلي لكل واحد وقت خاص بيه حتى لو ربع ساعة في اليوم، يحس إنه مسموع ومحبوب ومش مجرد فرد من مجموعة. مش لازم كل حاجة تبقى متساوية بالحرف، لكن لازم كل طفل يحس إنه مهم في قلبك بنفس الدرجة. لو اشتريت لعبة لواحد اسأل التاني تحب نختار لك حاجة تحبها برضو؟ ولو هنحتفل بإنجاز واحد خلي الباقيين يحسوا بالحب مش إنك نسيهم. لو لقيت غيرة بين ولادك ما تتجاهلهاش، قرب منهم، اسمعهم، طبطب عليهم. علمهم إن الحب مش بيقل لما حد تاني بينجح، وإن كل واحد ليه مكان خاص جواك. في النهاية ولادنا مش بس بيحتاجوا أكل ولبس وتعليم، أهم حاجة بيحتاجوها إحساس بالأمان والحب الغير مشروط. لما تعدل بين ولادك أنت مش بس بتحمي علاقتهم ببعض، أنت بتحمي قلوبهم ونفسياتهم لسنين قدام، وبتخلق عيلة مترابطة مش بتتكسر قدام أول أزمة. لو بتدور على التربية اللي تحمي ولادك نفسيا وتخليهم يكبروا بشخصيات سوية، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل النصايح اللي بتوصل القلب قبل العقل. كل يوم بنكبر سوا، ركز وافهم.